التغييرات الصغيرة اللي في البداية مش بتبان مهمة كتير، بس لو انت استمريت عليها لفترة طويلة هتشوف انها هتكبر وتتحول لنتائج مذهلة. ده مش كلامي، ده كلام جيمس كلير من كتابه العادات الذرية، أشهر كتب اكتساب العادات. طب يعني ايه الكلام ده؟ مثلا لو انت قررت تزود وقتك في القراية شوية كل يوم، بتبتدي بصفحة او صفحتين بس وتستمر في العادة دي لمدة طويلة، هتشوف ان المعلومات اللي انت اكتسبتها والكتب اللي خلصتها هتبقى كمية كبيرة جدا ومفيدة. وكمان لو انت عاوز تحقق تحسن ونتائج ملحوظة في الدراسة، لازم تبدأ بتغيرات صغيرة وتستمر عليها لمدة طويلة، والمهم هو إصرارك واستمرارك في التغييرات الصغيرة على المدى الطويل. وده كان قوات على السريع. لو عجبك اعمل لايك للفيديو، وفي الآخر تابعونا في سكيلتايزر. ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتابعنا على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتتابعنا على اليوتيوب. وسلام.